يا هنا زودتيها. يلا بسيبة. السلام الله عليكم حبيبة قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا في فيديو تاعنا اليوم الكبيدات رجعت لكم فيديو جديده وراح نبارطاجي معكم ليله المولود، واش وجدنا فيها، عشاء كيف فوتناها وكلش الامبيونس. وهذه شاء يعجبكم الفيديو بداو لي الفيديو بلايك كبيره واشتركي في القناه اذا كنتي اول مره تشوفيني ومش مشتركه، ويلا ديريكت نبداو بلا ما نطولوا بزاف. ربطوا الاحزمه وهيا لينا الطريق. انا حبوباتي رحت اول حاجه شريت الحوايج اللي كانوا خاصيني، كنت وجدت كلش واش راح ندير يعني النهار هذا، وشفت واش ما كانش في الدار رحت شريته باش كي نطيب يعني ما نلقاش حاجه خاصتني كيما العسل، الزبده للطمينه، السكر والبيض، هكا حوايج اللي كانوا خاصين رحت شريتهم. وانا كنت معوله ندير حوايج خفيفه النهار هذا باش كنت تعبانه فريمون مع الميناج، مع كل مره نجبد شامبره ندير لها الميناج فكنت تعبانه، قلت ندير غير حوايج خفيفه. بديت اول حاجه بالحوايج تاع السهره نحيهم عليا، ومن بعد باش نبداو العشاء. هنا راح ندير الفلو اول حاجه نحطو يبرد. درت الحليب وحطيت له الفلون هنايا، وانا كل لتر حليب ندير فيه السكر، نديرو 2 مغارف كبار سكر، نحب الفلو يكون حلو. وان شاء نديرو مغرف كبيره ولا ديري غير نص مغرف هكا باه ما يجيكش فيه بنت نشا بزاف الا ما تحبيهش. خلت كل شيء بارد في بارد وحطيتهم على النار. اللي ما يحبش النشا تقدري ما ديريش، واللي ما يحبش الحلاوه تقدري ما تزيديش السكر. انا هكا نحبو فدرتو بطريقتي يعني. هنا بدلت جبت الفوي وخلطته بيان كلش بارد في بارد، ومن بعد يدك حطيتهم على النار كي يبدا يبقبق الحليب هذا، كي يبقبق خلاص يكون معناها الفلو تاعك طاب، نطفي عليه وباش نبدا نحطوه ونسربيه في ليمول تاعو. هذه هي هنا كان بدا يبقبق لي، طفيت عليه وراح نبدا نحطهم هكا في ليمون هذوما بعد نحطهم يبردوا. وكما قلت لكم في الفيديو من قبل انه الفلو يهز الريحه ليه، الا كان الفريجيدار تاعك كان فيه الدجاج، كان فيه ما عمباليش انا اي حاجه، كيما انا ما كانت ديجا حطت في البرمه الدجاج ونصبت فيها الطماطم والبصله وحطيتهم تما، قلت لي العشيه نشعل برك، فانا ما يهزوليش الريحه نتاع اي حاجه، لازمني نغلفهم هكا باي الومنيوم ولا اي حاجه باش ما يهزوليش الريحه ويبقاو فيهم المذاق بعد تاع الفلون. هذه هي. انا حكمت غلفتهم كامل كيما هكا وحطيتهم يبردوا في الثلاجه. هنا جيت تاني كنوجد حندير التقنطه تاع ناس الغرب الطمينه تاع ناس الغرب. انا كنت جربتها وعجبتني بزاف. انا حطيت قليت اللحظه اللي هو حليب بودر والفارينه بعد ما قليتهم حكمت غربلتهم لانهم يتكعبروا، ووجدتهم هنا في صحن كلش. هاي الفارينه قليتها مع الحليب تانيت حمصتو مع الجرجدانيه مع المكسرات. هاي هنا المكسرات من كل شويه شويه قليتهم حطيتهم هنايا. من بعد في الليل غير نخلطهم بالزيت بالزبده قصدي ولا العسل ونوجدهم. هذا مكان. هنا راح ندير حاجه حلوه، قررت ندير خبز البايك. هنا عندي كيلو بيض، 4 كيلو سكر، كيلو إدام زيت وزبده مخلطه مع بعضهم، كيلو خبز مرحي محمص ومرحي، وكيلو مكسرات. وهذه راهي مبشور جوز الهند تاني محمص، يعطي واحد البنه مش نورمال بنين بزاف. هنا قرصه ملح، وهذه كنشا، وهذه مغرف وش يسموها فارينه زدتها غرف كبيره ولا 2 مغارف كبار، وخميره ومبشور القارص. هذو هما المكونات كنت شاركت معكم من قبل شحال من مره. وتقدروا تزيدوا لها يا اما الى عندكم كونفيتير ولا عسل تعطي تاني بنه وطراوه للخبز البيت تاعكم. هنا حكمت خلطت كل شيء في بعضها كيما العاده، خلطتها تصفى خلطت البيض والسكر ومن بعد زيت ليدام ومن بعد زيت المكسرات هذوما والخبز. ومنا حطوا في بالكم انه خبز البي ليه ينشف، فمن احسن انكم تاكلوه النهار هذاك. لو كان تخلوه من الغدوه راح تلقاوه نشف لانه فيه خبز مرحي وفيه المكسرات اللي هو الكاوكاو هذه، وهذوما ينشفوا حتى وتعسليه قد ما تعسليه وكان تخليه يطول مده كبيره تلقايه من بعد ولا الكناشف.
هنا خلطت المكونات الجافة، ثاني كنمشيو للقارص يعطي سبيسيال وبنين. خلطت كلشي وحطيته هنايا في البلاطو وراح ندخلو يطيب لانه ديجا كنت مفور مشعلته. هنا راح ندير لكم ماسيدوان بصح ماشي بالروز، بالتليتلي. انا حطيت الماء يغلي وزدت له الملح وراح ندير له تاني ديك الزيت ونحط التليتلي يغلي. الماسيدوان هذا جربته في دار خالتي، والبن ما تفرقيهش على الروز. كي يكون ما عندكش الروز حكمي تليتلي وغليه. السر باش يجيك تليتلي بنين لازم تغليه بيان، يعني تخليه يطيب بيان حتى يطلق روحو مليح هذاك التليتلي هكا، باش من بعدك ديروا له الصوص تاع الماسيدوان وهذا يتشربها ويجيك بنين. هنا كانت الخبز الباي يوجد ولا خبز تونس كل واحد كيفاش يسموه، كان طابلي وكلش. حكمت قصيته قبل ما نشربو، قصيته وراح نشربو بالسيرو تاعو اللي كنت ديجا وجدته من قبل وراهو بارد. يكون خبز الباي سخون والشربات نتاعو بارده باه ما تحطوهاش سخونه ومن بعد يتعجن لكم، لا. سقيتو وحطيته بجهه. هنا كنت كملت كلش حوايج تاع السهره. سير باش يجيك بنين خليه يغلي بيان يطلق روحو خلاص. حطيت له ماء بارد وحطيته بجيه ورحت ضربتها برقدة أسطورية. هنا في العشية خلاص جينا باش نوجدو أنا وما العشاء. راح نديرو الدويدة المجمرة، تكون مجمرة، حنا بزاف نحبوها سيرتو تاع الشرق يعرفوها، ممكن الولايات الأخرى ما يعرفوهاش. خير من الشخشوخة وهذه لأنه تجي خفيفة كي طيبيها وهذه تجيك خفيفة. هنا كانت تما موجدة الدجاج والحمص والبطاطا وأصلا مع البصلة والطماطم وهذه حطيتهم برك شحلت عليهم وحطيته هو يفور. وانا وجدت له هنايا حطيت البيضات هذوما يتشرشموا باه نزينو بهم الفوق. وجيت ندير ميني كيش مملحات كنت نزيدهم يعني في اخر دقيقه كنت نزيدهم. وهذه هي درتهم بالزيت صراحه. شفت في الوصفه في اليوتيوب وجربتها جاتني صافا مليحه. كل جابني النهار هذا وخوتي يعني فرحوا بيا. واش نقول لكم انا كنت معوله يعني. قلت لهم كنتش معوله ندير لاني كنت تعبانه. انا هاي العجينه وجدت خليتها ترتاح قلت لكم كنت تعبانه ما كنتش معوله ندير. ومن بعد وليت غابوني قلت كيفاه المولد ما نديرش هيا من نيتي انا نهضر. هيا قلت نوض نوجد لهم يعني حاجه هكا. كي جاو لقاوني مجدت لهم العشاء ومجدت لهم السهره وهذه فرحوا بيا. هاي اللي كان هنا دير في العشاء هي اللي استكلفت بيه. وهاي ليكم هنايا بعد ما خدرتها حطها تفور. وهذه كنت نورمالمون بارطاجيتها معكم من قبل وطيبتها معكم وبارطاجيت الوصفه. دوك نحوس عليها الى لقيت راح نخليها لكم في صندوق الوصفيه. والوصفه نتاع الخبز الباي تاني راح نخليها لكم في صندوق الوصف. انا اخر تخضيره درت لها الزبده والطماطم تاع الباط. بعد تحطها تفور آخر وحدة آخر مرة يعني. ومن بعد تجمرها وهذه هي تكون التويدة تاعك واجدة تقريبا طيب كي الشخشوخة بصح تجي خفيفة كي تاكليها ما تحسيش انك ما هيش مقهمتك. هنا راح ندير الماسيدوان. وجدت كيما العادة والعوايد وتعرفوني انا كيفاش ندير الماسيدوان تاعي. نخلط بتي سويس مع مايونيز نخلطهم بيان مع بعضهم. و ندير إما روز ولا تليتلي كيما حبيتو نتوما. وهنايا تليتلي باش يجيكم بنين وهادي ديروا له الدجاج اما الا ما عندكمش ديروا الدجاج قصوه طراف طراف وحكموا قلوه بيان بيان وزيدوه. انا كانت عندي الشاورما زدتها الشاورما والطون والبيض مشرشم درتو تانيتك. وهاي ليكم هنايا وجدتها اللي كيشتاني هادوما درت شاورما ومن الفوق درت نقول لكم واش درت فرماج وبيض و والمايونيز حطيته من فوق هذه هي. ووجدت هنايا كلشي حطيت سلطة وحطيت هادوما الميني كيش
حطيت راني نوجد باش نتعشاو، كانت أختي كانت كعرض معاها العشاء جات، حطيت الديسير واش كان كاين تفاح وعنب، وحطيت وجدت الطابلة باش نتعشاو بالصحة قولوا لي والراحة إن حبيباتي شاء نتوما الله. واش درتوا؟ أعشاكم، خبروني تحت في التعليقات نحوس نعرف واش طيبتوا، وما تسخفونيش برك تقولوا لي شخشوخة بسكرية باسكو نسخف تصدقوا لي شخشوخة بسكرية خلاص ما نتفاهموش. المهم بصحتكم بصحتنا، فوتنا نهار شباب، ضحكنا لعبنا، وهذه هي حبيباتي بالصحة والراحة، وتحلى اللمة كيما هكا مع لا فامي والأحباب. هنا كنت قلت لكم جات أختي فوتناها مع بعضنا وجابت لي كادو، دوك تشوفوا في الآخر واش جابت لي كادو. خالتي تاني كيما جاو شافوا عيطوا لنا في التليفون قلت لهم سي بون العشاء وجدته لكم وروحوا تعشاو هادي. أيا اللي حاب يتعشى يجيب معاه صافية معمرة في يدو بال بال بالتقلاش، واللي باش حاب يتعشى ويبات برا يدخل بيدي فارغين. المهم كانوا جابوا لي شويه تاني ديك حوايج كيما هكا تبناج وهنا راني نتعشى بصحة وراحة. الماسيدواني يجيكم يعني لا اختلاف مع الروز، كي ديري الروز ولا التليتلي نفس الشيء، ما يفيقوش. انا خالتي والله ما فاقوا، درته لهم كلاوه وما فاقوش باللي تليتلي اصلا. هنا بعد ما تعشينا وكملنا جيت نوجد السهرة، كانت مازالت لي غير الطمينة باه نديرها. هنا خلطت زبدة وعسل ذوبتهم، وهاي لكم كلش كنت وجدتهم من قبل خلطتهم برك مع بعضهم، وهاي لكم صينية تاع السهرة وعشتها. درت لها الفلان زينتو تانيت، كانت اختي اللي زينتو، وهذه اختي اللي جابتها تاني طمينها التقنطة، حتى هي دارت التقنطة، يعني في زوج درنا التقنطة مع بعضنا. وهذه هي وجدت كل شيء كل واحد بصحنو يعني هادو الصحون الصغار كل واحد بتاعو هكا، كل واحد يهز واش يحب. وهذه هي قاعدين انا واختي نتمهبلو هنايا نغنيو نغنيو في اغاني طيور الجنة. المهم فوتناها والله فوتناها قصرة شابة بزاف بزاف. وهذه هي حبيباتي، ربي يدوم لمتكم ومحبتكم وقصرتكم وجمعتكم إن شاء الله، سيرتو في هذه الليلة الفضيلة، هي الليلة اللي زاد فيها النبي عليه أفضل صلاة وسلام. اكثروا على الصلاة على النبي في هذه اليوم في هذا اليوم. المهم هنايا كانت اختي جابت لي هذه كادو وقلت لها تلبسها لي ونصور روحي وانا بها. شوفوا كنت من قبل ديما لابسه كيما هكا مع الخاتم، وهذه صراحه ما همش تاعي تاعها هي. شراتهم، ومني شراتهم وانا ديما نقولها عطيني نلبسهم، عطيني نتصور بهم، عطيني ندير بهم فيديو، عطيني نروح بهم للعرس، كشتوني في العرس لابستهم. ما همش تاعي. بصح اليوم هي جابتهم لي كادو كي كثرت عليها بزاف قالت لي هاني شريت لك وروحي اخطيني. شريت اليوم لاختي الكبيره تاني شريت لها وحده كيما هاك، وهذه اللي جابهم لي خويا شي كولا وشيبس وتشغيل وهكا حوايج. زدت كملت السهرة بيهم. وهذه هي حبيباتي، هنا كنت مبخر في شامبرتي، حكمت درت البخور في كل بلاصة. المهم عجبني بزاف ريحة البخور وقاعدة نبخر فيه. وهنا نكون وصلنا لهنا الفيديو حبيباتي، تهلاو لي في روحكم، نحبكم بزاف، مع السلامة.